السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين الغدا بتاعنا النهاردة هيكون سهل وبسيط جدا جدا. طبعا الفيديو ده انا مصوراه كنت في شقة المصيف، فقلت ايه انزله لكم. ده الفيديو اللي فاضل من الفيديوهات بتاعة الاكل اللي عملتها هناك في المصيف. تمام كده حبايبي. طبعا اليوم دوت احنا عملنا فيه سمك، يعني شوينا سمك بره. وعملت بس ايه كنت جايبه جمبري معايا من اسكندريه. عملت شويه جمبري وعملنا شويه رز وسلطه. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا ونشوف اول حاجه هنبتدي نعملها ايه في الاكل او في الغدا بتاع النهارده. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وشير وسبسكرايب لقناة عالم ملك. وزي ما انتوا شايفين اول حاجة هنبتدي نعملها احنا هننضف البصل كده و... ونقطعه ونحطه بقى في القطاعة بتاعة الخضار دي عشان خاطر هنعمل بقى بالبصل ده ايه، هنعمل الجمبري وهنعمل الرز الصيادية اللي هو بتاع السمك. تمام كده حبايبي. وبصوا هنا بقى انا يعني ايه، مش هعمل الرز كتير عشان خاطر يعني ايه بصراحة ربنا انا ماليش في الرز لا الصيادية ولا الرز العادي. يعني مش باكل رز كتير. يعني لو اكلت اكل معلقتين كده او 3 معالق بالكتير قوي، يعني اكتر اكل بالعيش وخصوصا السمك بقى. يعني معرفش اكتر الاسكندرانية زيي ولا ايه، يعني بحب اكل السمك بالعيش محبوش بالرز ابدا، مع شوية سلطة وخلاص على كده. ولو جنبيهم بقى ايه حبة مسقعة او بابا غنوج او اي حاجة بيبقى حلو قوي قوي قوي. بصوا هنا زي ما انتوا شايفين انا قطعت البصل اهو. وهبتدي بقى ايه ان انا افرمها في قطعة الخضار بتاعتنا اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. طبعا القطاعة دي نفعتني جدا جدا في المصيف بصراحة ربنا، يعني عملت معايا الواجب وزيادة. ولا الواحد قطع على ايديه بصل ولا اي حاجة، يعني بصراحة انجزت معايا. انصحكم ان انتوا تجيبوا زيها. عايزة اقول لكم انها حلوة. وخصوصا بقى اليومين دول النور بيقطع كتير، لو انت عايزة تقفي في المطبخ بقى تعملي الاكل وهتتعطلي عشان شوية البصل اللي هتقطعيهم، لا هتقدري ان انت تعملي فيها من بيها من غير بقى كهرباء ولا اي حاجة. بصراحة حلوة قوي قوي قوي. طيب هنا زي ما انتوا شايفين هنحط هنا، حطينا زيت وحطينا بصل. وهنبتدي بقى نسيب البصلة بتاعتنا لحد لما تحمر وتاخد اللون اللي هو ايه يعمل لنا الرز بتاع السمك، بتاع الرز الصيادية. تمام كده. وفي الكسرولة التانية زي ما انتوا شايفين حطيت هنا الجمبري وحطيت شوية من البصل عليه. طبعا الجمبري ده انا جايباه نضيفه زي الفل، كنت شايلة مقصقصة بقى الشنبات بتاعته وشايلة الكيس الرملي منه. ويعني بصوا انا جايباه من اسكندرية متنضف جاهز. هنا هنحط بقى ايه طماطم. ممكن برضو تستغني عن الخطوة دي لو عايزة تحطي جزر بقى، بس انا طبعا ما كانش عندي جزر يعني حطيت المتواجد عندي. حطيت هنا طماطم وحطيت بصل وحطيت الجمبري. وهنقلب الكلام ده كله على بعضه بالشكل دوت. ونبتدي بقى زي ما انتوا شايفين ننزل بشوية من الملح، وبعدين هنحط شوية من الكمون اهو. ونقلب الكلام ده كله على بعضه اهو بالشكل دوت. يعني الموضوع سهل وبسيط جدا جدا. نفضل بقى نقلب فيه كده لحد ما كله ياخد لون واحد اهو، من تحت لفوق كده نقلبه. وهننزل عليه بشوية من المية، يعني نقول ايه نص كوباية من المية. ونقلب الكلام ده كله على بعضه. طبعا انت لو عايزة تزودي شوربة عن كده ممكن تحطي كوباية من المية. وهنبتدي بقى ايه البصل عندي اتحمرت اهي، هنبتدي ننزل بالمية بتاعتنا اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. ونقلب الكلام ده كله على بعضه. وهنحط بقى شوية ملح وشوية كمون. ادي الملح اهو وادي الكمون. ونقلب المية اهي بتاعت الرز بالشكل دوت. طبعا انا ما زودتش هنا في الميه اللي انا حطيتها على الجمبري، لان مفيش حد عندي بيشرب الشوربه بتاعه الجمبري. فيعني انا حطيت حبه صغيرين وهيتفضل بقى حبه صغننين كده من الشوربه انا اللي هشربهم. بصراحه بحب شوربه الجمبري جدا جدا. نزلنا هنا بقى بالبصل بالرز. واول بقى لما يتشرب كده نبتدي نوطي عليه ويكون الجمبري بقى استوى. طبعا الجمبري ما بياخدش وقت كتير في السوا بتاعه على النار. على بقى ما الاكل يستوي
هنبتدي بقى نعمل السلطة بتاعتنا، عشان خاطر بقى إيه طبعًا السمك المشوي لازم جنبيه سلطة، يعني أنا باحب السلطة جدًا مع السمك المشوي. طبعًا إحنا هنا جايبين سمك بوري وجبنا السمك الماكريل، عشان أنا جوزي بيحبه، يعني إحنا جبنا سمك بوري وجبنا سمكاية واحدة الماكريل، هاوريها لكم أمّا آجي أحضّر الأكل. طيب أنا هنا عايزة أقول لكم على حاجة، بالنسبة للأكل اللي أنا صوّرته في الأيام اللي كنت قاعدة فيها في مطروح صوّرته وحبّيت إن أنا أنزّل لكم الفيديوهات دي. طَب ليه أنا نزّلت لكم الفيديوهات دي؟ عشان خاطر لو حد حابب يروح المصيف أو كده ما يحتارش، يعني في ناس بتبقى أول مرّة تروح مصيف فبتبقى متحيّرة تاخُد معاها إيه. أنا نَفْسي أمّا باروح كل سَنة بابقى متحيّرة آخُد معايا إيه، فحبّيت أصوّر لكم عشان خاطر لو أنتِ حابّة تعملي الأكل ده يسهّل عليكِ هناك وتبقي عارفة وأنتِ ماشية من هنا قبل ما تسافري المصيف تبقي محضّرة حاجتِك هتاخدي إيه معاكِ. لأن الحاجات دي مهمة جدًا، جدًا عشان خاطر ما تحتاسيش هناك، فعلى قد ما كنت باقدر كنت باعمل حاجات سهلة، يعني أنا عملت الكفتة أنا بالنسبة لي عملتها سهلة، أنتِ ممكن إن أنتِ تعمليها يعني تصبّعيها وكلّه وتحطيها في الفريزر وتاخديها معاكِ متصبّعة وتقومي مسويّاها على البوتاجاز زي ما أنا سويتها كده، الفراخ ممكن تتبّليها وتحطيها ويا دوبك تيجي تسويها، بس أنا إيه عشان أنا السنة دي أمّا جيت أطلع المصيف فطلعت على سهوة كده، يعني أنا حجزت قبليها يعني نقول إيه بحوالي يومين أو 3 فما حضّرتش الحاجة بتاعتي، يعني أنا كنت دايمًا باحضّر الحاجة يا دوبك على السِوَى، فطبعًا أنا وقفت أهو زي ما أنتم شايفين عملت الفيديوهات كلّها، وعايزة أقول لكم والله الأكل كان خفيف وما أخد منّي وقت كانت قرفته حلوة بصراحة، فأنتِ تقدري تعملي كل الأكل اللي أنا عملته دوّة وتسهّلي على نَفْسِك وتحضّريه من قبل ما تروحي، فعشان كده أنا حبّيت أصوّر لكم الفيديوهات دي يمكن حد يستفاد منها لو رايح مصيف أو رايح في أي حتّة. زي ما أنتم شايفين السمك أهو، هنبتدي بقى نفتحه، دي السمكة الماكريل اللي إحنا بنقول عليه هنا بلاميطة، وفي ناس بتقول عليه ماكريل، تمام كده، وده السمك البوري أهو. وطبعًا إحنا زي ما أنتم شفتوا كده عملت جنبه جمبري، وهنعمل الرز الصيادية و وأنا جاية بقى جِبت عيش، أهو كده السمك أنا مش هاحطه بقى في أطباق، يعني أنا إيه، هاسيبه زي ما هو كده في الأطباق بتاعته عشان بعد ما ناكل نشيل كل الحاجة في قلب الأطباق كده ونحطها في الكيسة اللي هنرميها. هنبتدي بقى ننزل بالجمبري بتاعنا أهو، زي ما أنتم شايفين بالشكل دوّة، طبعًا هنا كان استوى، بُصّوا في شوية شوربة صغننين بقى، فطبعًا حرام إن أنا أرميهم يا جماعة، فبما إن أنا باحب شوربة الجمبري فأنا هاشربهم، أهو، هُم حبّة صغيرين بس بصراحة بُصّوا طعمهم لوز، لوز اللوز. خلاص حطينا هنا الجمبري وادي السلطة عملناها، وعملنا وادي العيش بقى هاوريه لكم، بُصّوا الرغيف ده ب2 جنيه أهو، 2 جنيه الرغيف ده، يعني بصراحة وناشف ومقدّد ومش حلو خالص، يعني ما عجبنيش خالص، خالص، أهو. وادي الرز كمان كان استوى وهنبتدي نحطه بقى في الصينية بتاعتنا الحلوة دي، وكده بقى نكون خلّصنا الغدا بتاعنا النهارده، اللي هو عبارة عن إيه، جبنا سمك مشوي بوري وجبنا اللي هو الماكريل، وعملت شوية من الجمبري وعملت شوية رز وحبة سلطة، وكان بُصّوا يوم كان حلو أوي، أوي، والغدا كان طعمه جميل جدًا، جدًا. طبعًا أنا في الأيام اللي أنا قعدتها في مطروح كان في يوم فيهم ده اللي جبنا أكل جاهز من برّه، يعني أنا قعدت 5 أيام، 5 أيام عملت 4 أيام فيهم أكلات و وطبعًا لازم فيهم يوم سمك ده أساسي طبعًا، وفي يوم بقى إحنا جِبنا أكل جاهز من برّه، تمام كده، بس هو ده بقى كان الغدا بتاعنا النهارده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسوناش بقى في اللايك والشير، ويا جماعة يعني اقفوا جنبي بقى اليومين دول، عايزاكم تحطوا لي لايكات كتير للفيديوهات بتاعتي عشان تتشاف، لإن عايزة أقول لكم المشاهدات اليومين دول واقعة جدًا، جدًا بسبب التحديثات بتاعة اليوتيوب. عايزاكم تقفوا جنبي بقى وتحطوا لي لايكات كتير، أشوفكم على خير.